مدرب ما مش قادر يستخدم اللعيبه اللي عنده. قلت لكم من قبل المباراه واللي متابعني عارف، قلت حسين الشحات يبقى موجود، بلاش طاهر. ليه نضيع شوط وربع ساعه من شوط عشان ينزل حسين، عشان عبال ما حسين الشحات يخش في المباراه؟ ليه كل ده؟ ايه السبب في ده كله؟ ما قلنا من الاول، ما قلنا ايه اللي يحصل، ايه اللي يطلع في المباراه، ايه المباراه تتعمل ازاي عشان الماتش يبان حلو، عشان الفريق يبان كويس. سروب مدرب لو هو يعني متهيألي محمد شوقي ما يتمناش اكتر من كده من المدير الفني انه يشيل القوه الاساسيه للنادي الاهلي ويقعدها على الدكه. يعني ايه دماغ سروب في الاخر؟ هو مقتنع انه امام. طيب انا بجد والله انا سامحوني ان انا طالع متنرفز، يعني امام عاشور سيء. طب انقل بقى، دخل اشرف بن شرقي مكان امام ولعب هو رقم 10 وخلي حسين الشحات ويبقى امام هو اللي يطلع. في تفكير غلط عند سروب. المشكله كلها دلوقتي اللي انا شايفها هو سروب.